تخيل معايا كتدخل لقسم ولا مقهى ولا شي تجمع، وكتحس ان الناس كاملين كيشوفوا فيك، وكتبدا تفكر مع راسك: واش شكلي زوين؟ واش صوتي غريب؟ واش غادي نبان غبي الا هضرت؟ احيانا كتفضل تسكت، ماشي حيت ما عندكش ما تقول، ولكن حيت كتخاف من حكم الناس عليك. واذا كان هادشي كيوقع ليك فيمكن عندك رهاب اجتماعي اكثر مما كتظن. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنعرفوا شنو هو الرهاب الاجتماعي، كيفاش كيبدا، وكيفاش غتخرج منه. ما تنساش تشارك في القناة وخلي لايك وكمل الفيديو للآخر. الرهاب الاجتماعي ماشي مجرد خجل، وماشي انك شخص هادئ. الرهاب الاجتماعي هو الخوف المستمر من تقييم الاخرين ليك، الخوف من انك تغلط، انك تحرج راسك، من ان الناس يشوفوك بشكل سلبي. والمشكل ان هذا الخوف كيخليك تبدا تتجنب المواقف الاجتماعية، بحال الكلام، السؤال، التعارف، وحتى الفرص اللي كتكون تقدر تبدل حياتك. كل مرة كتهرب كيولي الخوف اقوى. دابا بغيت نقولك واحد الحاجة اللي غادي تفاجئك: اغلب الناس ما كيراقبوكش اصلا. واش عارف علاش؟ حيت كل واحد مشغول براسو، كل واحد كيفكر شنو بان فيا وماشي شنو بان في هاد الشخص. علماء النفس سموها الظاهرة سبوت لايت افكت، بمعنى انك كتحس وكأن عليك ضوء كاشف، وان الجميع مركز معك، بينما الحقيقة مختلفة تماما. فكر فيها شوية: شحال من واحد شفتي اليوم؟ واش باقي عاقل عليهم دابا؟ تقريبا ولا واحد. وهكذا الناس حتى هما ملي كيشوفوك. غالبا الرهاب الاجتماعي ما كيجيش من فراغ، يمكن عدة اسباب، بحال تنمر قديم، احراج قدام الناس، انتقادات كثيرة، ومقارنة مستمرة مع الاخرين. ومع الوقت الدماغ كيتعلم واحد الدرس خاطئ، اللي هو الناس خطر. من هنا كيبدا يحاول يحميك، ولكن بطريقة اللي كتضرك. قبل سنوات كان واحد عالم نفس كيعالج الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي، ولاحظ انهم كيقولوا له نفس الحاجه: عارف ان الناس ما كيراقبونيش، ولكن مازال كنحس بالخوف. وهنا اكتشف حاجه مهمه: المشكل ما كانش في المعرفه، المشكل كان في التجربه. يعني الدماغ ديالهم كان عارف الحقيقه ولكن مازال مقتنعش بها. لهذا طلب منهم يديروا تجربه بسيطه. كان كيقول لهم: دخل لاي مكان عام ودير شي حاجه صغيره محرجه عمدا، بحال شي واحد يطلب الوقت وهو الساعه في يده، شي واحد يطيح القلم ديالو عن قصد، شي واحد يسول سؤال اللي الجواب ديالو واضح، وبعدا يراقب رد فعل الناس. شنو وقع؟ الاغلبيه اكتشفوا ان الناس ما عطوش الموضوع اي اهميه، بعضهم ما انتبهش اصلا، وبعضهم نسى الموضوع بعد ثواني. وهنا كاين واحد السر: الرهاب الاجتماعي ما كيختفيش ملي كتفهمه، كيختفي ملي كتعطي لدماغك ادله جديده. وكل مره كتواجه موقف اجتماعي وما كيوقع حتى مشكل، الدماغ كيتعلم يمكن الناس ماشي خطر. وكل مرة كتهرب الدماغ كيتعلم العكس، كيقول مزيان هربنا، فعلا كان خطر. لهذا العلاج الحقيقي ماشي حاول تكون واثق، العلاج الحقيقي هو جمع أدلة. كل مرة تهضر، كل مرة تسول، كل مرة تواجه خوف صغير، راك كتجمع دليل جديد ضد الرهاب الاجتماعي. ومع الوقت الخوف كيبدا يضعف بوحدو. كاينه حقيقة أخيرة خصك تعرفها: الرهاب الاجتماعي ما كيعنيش أنك ضعيف، وما كيعنيش أن الناس أحسن منك. كاين فقط أن دماغك تعود يشوف المواقف الاجتماعية كخطر. والخبر الزوين: أي حاجة تعلمها الدماغ يقدر يعاود يتعلم عكسها. يمكن ما تقدرش تغير حياتك كاملة اليوم، ولكن تقدر دير خطوة صغيرة اليوم، ويمكن هاد الخطوة هي البداية ديال حياة جديدة كاملة. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك واشتراك، وكتب لي في التعليقات شنو أكتر موقف اجتماعي كيخوفك. تهلا.